get ready with me. واني راح اسوي خشمي. خشمي هذا الكبير اللحمي اللي بيه كل العيوب السوداء هسه بالنسبه لي. تقريبا انا توتر بالنسبه لي صفر. لا، واللي يضوج بالموضوع انه هسه الساعه 10:30 واني العمليه الساعه 12، والعمليه بعيده عن البيت حوالي ساعه ونص، وصايمه من الساعه 6 لحد الساعه 12. المفروض ابقى صايمه، لا اكل ولا شرب، وانتم تعرفون انا ويا الاكل والشرب شلوني. خشمي كان حلم من احلامي وانا صغيره، كنت اسوي كل شي على مود اصغره واسوي هالحركه عمودي يخلي صغير، لان اني بالكاميرا العاديه مو بالحقيقه، بالكاميرا العاديه من اجي اضحك، الكاميرا عاديه انا حطيت لكم فلتر يعني هسه، بالكاميرا عاديه من اجي اضحك احس خشمي واصل من هنا لهنا، ما ادري ليش. راح اسوي هذه العمليه واني كلي حماس حاليا. على سالفه الخشم، اني هذا ثاني دكتور اروح له. رحت الاول دكتور مشهور بمصر ما اريد اقول اسمه، اقسم بالله السكرتيرة تخلي اغنى واحد بالعالم يكره يروح لها الدكتور. بعد ما دخلت للسكرتيرة لا اعوذ بالله وجهها هيك مسوي، اكتشف ان الدكتور سعره 3 كليات 4 كليات، فطبعا اكيد غيرت الدكتور. فالدكتورة اللي رايحت له بعيد عن اسعاره واو، هو انف واذن وحنجرة، اوكي يعني يفتهم بهالامور هذه. واني بصراحة حاسة انه اني ما خايفة، وانه حاسة انه ان شاء الله راح يطلع الخشم اللي احلم بيه. مو كل شي بالاسعار والشهرة، ترى مو كل شي، والله اني كرهت الساعة السوداء اللي رحت بيها الاول دكتور، اقسم بالله. اقولكم على سر من اسراري، اني كلش اضوج من احد يروح يقول لي الدكتور اريد وجهي طبيعي، يعني اريد اسوي عملية خشمي واريد ماكو فرق. يعني ليش راح مسويت عيني؟ يعني اني هسه راح اسوي خشمي واقول للدكتور لا تسوي شيء بخشمي؟ ما عادي ممكن اطيش استبنج واطلعش مره ثانيه ما اسوي شيء بخشمك. اكيد انا اريد اصير وحده ثانيه، اكيد اريد خشم ثانيه، خشم جديد، خشم صغير، خشم الاحلام. هو بس الصدق اللي هو اكثر شيء انا ممكن يكون راعبني ومضوجني بالعمليه، وهذا الشيء كلش مؤلم بالنسبه لي، هو الصيام من الساعه 6. راح البس اكسسوارات، واكيد ما راح احط فاونديشن عمود الدكتور لا يبقى يمسح بوجهي بدل ما يسوي لي عمليه ويبقى بس يمسح. المشكله انه شو البيت كله متوتر الا اني، شو اني احس روحي واني رايحه اسوي تجميل مثلا، يعني كاني رايحه مدينه العاب، رايحه على البحر. يعني ملحوظه هاي اول تجميل الي بحياتي راح يكون. تعرفون شنو احلى شعور؟ كنت بيوم من الايام صغيره جيت اسوي خلطة الزنجبيل بالخشم. تعرفون طبعا اكيد مسوين هاي الخلطة، خلطة الزنجبيل للخشم من اجل تصغير الخشم، واحس خشمي بعد هالخلطة صار كبراته. شنو رايكم بالايلاينر؟ عين مختلفة عن الثانية عمو تعرفون، بس انا شنو بروفيشنال. راح اسوي حركة خايسة بنات لا تتعلموها من عندي، يعني هي حركة ما ادري انا ليش اسويها بالحمرة، بس اني وحدة تحب خدودها مطققة مو بلا شر، لا واحد ضاربها 100 قدر على وجهها، هذا احبه وجهي هيجي. اقسم بالله راح اشيلكم فلتر الخشم واشوفكم خشمي صبروا. هذا خشمي الطبيعي. حتى جاي من هنا مربع يا ربي، مع انه تصدقون ماكو قبل احد يتنمر على خشمي، بس انا بصراحة شي مريح للعملية. هذا جبته من موقع صيني، هي مصرية جابت لي اياه، بس الموقع اللي يبيعوه تقريبا صيني. ضعفانة مو؟ شنو رايكم؟ احجولي يلا. بعد الخصر هل وهذه الجنطة مالتي المستشفى، بيها بيجاماتي، بيها عطري، بيها كل شيء يعني. بس حبايبي كل اللي اطلبه من عندكم تدعولي، واحبكم واموت عليكم، وان شاء الله ما راح اغيب، ان شاء الله ارجع لكم بسرعة وان شاء الله يعني، وانتظروا بارت 2 عم تشوفوني واني مورمة وجه الكبرات. باي.